نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. لويس وغفارديول، كرة بمحاولة وفودن يسجل، فودن نعم يسجل مبكرا جدا ويتقدم بأول أهداف اللقاء ويضع السيتي في المقدمة مبكر. الكرة بمحاولة ملعوبة لمصلحة مانشستر سيتي، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد البرتغالي. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا، لكن حارس المرمى يلعب احتياطيا ايرلينغ هالاند الآن، وكرة بالقدم اليمنى قوية جدا من ايرلينغ هالاند لكن الى خارج مانشستر سيتي. كوفاجيتش وتسديده تاتي، اصطدمت في ديباستر. 7-9 على مستوى دوري الابطال، كره بتسديده مرت تحولت الى خارج ارضيه. تابعينا عبر قنوات بي ان سبورتس. كره عن طريق هالاند خطيره جدا، عرضيه مثاليه وعلى الطريقه المعتاده. ينطلق جيوكيريس نعم الهداف السويدي دائما في موعده ويبحث عن افضل وداع بالنسبه للمدرب اموريم. يظهر جيوكيريس ضاع، ينطلق بمحاوله من اجل اسبانيا، يسجل الاوروغواياني اراوخو ويتقدم لمصلحه مانشستر او لمصلحه سبورتنج الان بالهدف الثاني في توقيت. محاولة التقدم عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة تأتي عن طريق ترينكاو. ركلة جزاء، جيوكيريس يسجل نعم ويصنع التقدم بالثلاثية لمصلحة سبورتنج. يا لها من بداية، جاءت اليمنى مرة أخرى إلى سافينيو، تسديدة قوية من البرازيلي إلى خارج أرضية جيوكيريس من أجل التاريخ. نعم تاريخي جيوكيريس السويدي يسجل الهاتريك ويحسم المواجهة لمصلحته أمام مانشستر. حتى الكرة منطقة الجزاء والتسديدة الأولى من بونيفاس. احذروا النسر، خاكبو يعمل التوسيع على منطقة الجزاء، شق كل المدافعين وكل المهاجمين وتطلع برا عن طريق اللاعب فيرس. التسديدة والكرة برا، كانت كرة من جريمالدو. صلاح يراوغ يدخل يشوط ويتصدى الحارس، يتصدى لوكاش. أول تسديدة لصلاح على المرمى، انصاف الفرص وهذه انصاف الفرص وكرة ضاعت. كرة ضاعت من جونز، شد الكرة على المرمى وهنا الهدف الأول. 1-0 لويس الكافيتيريوس. خلص الكولومبي. استقبال ثم مرور ثم لوب ثم جول، يمر على القائم الثاني وكرة لصلاح خارج التملاء. لا يفوزون على ليفربول، والثاني الهدف الثاني خاكبو. الكرة صعيبة وخاكبو كورته جميلة والليفر ينتصر بجدارة. 2-0 ريدز. عقدة التوزيع والدفاع والهدف الثالث، الثنائية للويس دياز. 3-0 الكافيتيريوس، نتيجة كبيرة واستعراض أحمر. الشو ليفربولي يشوط الكرة والدفاع والويس والرابع من لويس. هاتريك من كولومبي. 4-0 ليفربول، 4-0 لليفربول. والسرب 1-1 على يسار شوفاليه. الباريتشو اليوفي عدل من علامة كيليان يريد يسجل على حارس منتخب بلاده مايك مينيو. فالفيردي وبابي بوليسيتش نفذ ركنية القائم الأول. لا مالك تياو، جول للميلان من كرة لا سرعة
فائقه من لياو لما تقعد لاعب وريال مندي بينيه فينيسيوس ركله جزاء فينيسيوس وركله جزاء للريال دون تردد من الحكم سلافكو فينتشيتش سلوفيني. تصور بان مبابي جونيور فينيسيوس جونيور بكل روعة وبراعة وأناقة. بيلينغهام التسديد كرة مرفوعة القائم الثاني لونين لاعبين تاع الميلان خطورة بابا جول يفعل أبرو على فالو وجود بيلينغهام بتسلم لا لونين بأعجوبة ينقذ الريال من كرة جول ثالث. يا سلام على ضيعتها مودريتش مبابي والكرة مرت سلامات في الرابع وضع التسلل جوه الملعب ودي فرصه ويسجل فلامينجو لكن هل رمية التماس نفذت بالشكل الصحيح؟ شفنا الوقت هنا في انطلاقه مره ثانيه يا ولد يا على جمالك مالك تلمن امامنا الرائع في اللقطه دي رائع اسماعيل الصابيري يا ولد على الجمال يا ولد اسماعيل حلوه يا سمعه يتوغل سمعه يتقدم اسماعيل وابدا ليدوسلاف قال لك انت ما جبتهاش يا اسماعيل انا عليا بقى الباقي يتصدى جسانيجا ولكن تاليسكا في السلام تاليسكا من أجل كبريائهم يوجو التصويب رونالدو لا أنجيلو نصراوية رائعة الله ينتصرون لكبريائهم إلى بارك في شباك مرمى بينتو يسجل الكوري هدف العين الأول الكوري يسجل لنادي النصر الرابع الله دخل بديل خامس من تاليسكا الله نصر طاغي عالمي ممتع بن شرقي ثم حازم كرة عرضية غير معقول هدف يسجل حازم يباغت فيه الحارس الأوزبكي 1-0 بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2024 في دوري ابطال اوروبا الجولة الرابعة ودوري ابطال اسيا للنخبة الجولة الرابعة. وهنبدأ مع بعض بنتائج مباريات دوري ابطال اسيا للنخبة في الجولة الرابعة. اول مباراة كانت بين بختكور والريان وفاز نادي الريان 1-0. المباراة الثانية والأقوى في هذا اليوم كانت بين نادي النصر السعودي والعين الإماراتي وفاز النصر السعودي بنتيجة كبيرة 5-1. أما بالنسبة لنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة، أول مباراة كانت بين نادي إندي هوفن وجيرونا وفاز إندي هوفن 4-0.
المباراة التانية كانت بين نادي ريال مدريد ونادي ميلان، وميلان الإيطالي فاز على ريال مدريد في عقر داره بنتيجة كبيرة 3-1. أما المباراة الثالثة كانت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي باير ليفركوزن الألماني، وفاز نادي ليفربول بنتيجة كبيرة 4-0. أما المباراة الرابعة كانت بين نادي سبورتنج لشبونة ونادي مانشستر سيتي، اللي حقق مفاجأة نادي لشبونة وفاز على مانشستر سيتي 4-1. المباراة الخامسة كانت بين نادي ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أما المباراة السادسة كانت بين نادي بروسيا دورتموند ونادي شتورم وورتس، وفاز دورتموند بنتيجة 1-0. أما المباراة السابعة كانت بين نادي بولونيا ونادي موناكو، ونادي موناكو فاز على بولونيا بنتيجة 1-0. المباراة الثامنة والأخيرة في دوري أبطال أوروبا كانت بين نادي سيلتيك ونادي لايبزيج، ونادي سيلتيك فاز على نادي لايبزيج الألماني بنتيجة 3-1. بالنسبة لنتيجة ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة اللي اتلعبت اليوم، ولسه طبعا باقي بكرة باقي الجولة، يتصدر الترتيب نادي ليفربول الوحيد حتى الآن اللي فاز في الأربع مباريات برصيد 12 نقطة. المركز الثاني حتى الآن سبورتنج لشبونة برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 4 وتعادل مباراة. المركز الثالث نادي موناكو برصيد 10 نقاط. الرابع نادي دورتموند برصيد 9 نقاط، يتساوى مع أستون فيلا الخامس برصيد 9 نقاط، ولكن أستون فيلا لعب 3 مباريات حتى الآن، إن شاء الله يلعب المباراة الرابعة غدا. لو فاز فيها يتساوى مع ليفربول برصيد 12 هدف، ويصبح أيضا الفريق الذي لم يخسر حتى الآن في دوري الأبطال. المركز السادس مان سيتي برصيد 7 نقاط، بريستل السابع 7 نقاط، انتر ميلان الثامن 7 نقاط حتى الآن، وأرسنال التاسع والعاشر. طبعا أول 8 مراكز زي ما احنا عارفين هم اللي بيصعدوا مباشرة إلى دور ال16. أما من المركز التاسع للمركز 24 بيتنافسوا على في دور مرحلة الإقصاء على ال8 اللي هيصعدوا مع ال8 الأوائل. وده بقى ترتيب دوري أبطال أوروبا حتى الآن. طبعا إن شاء الله باقي المباريات الجولة الرابعة هتتلعب غدا الأربع في توقيت مباراتين 9 إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وباقي المباريات جميعها بتتلعب الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذه المباريات، ونتمنى يكون الفيديو أعجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.